ايه هو السائل المنوي وبيتم تكوينه فين وازاي؟ والحيوانات المنوية دي بيتم انتاجها امتى وبتتخزن فين؟ وايه افضل وقت في اليوم بتكون الحيوانات المنوية في افضل حالاتها؟ طب تحليل السائل المنوي بيتعمل ليه وازاي؟ كل الاسئلة دي واكتر هنجاوب عليها في حلقات السائل المنوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ النهاردة إن شاء الله نتكلم في مجموعة من الحلقات عن كل ما يخص السائل المنوي. وأول سؤال ممكن حد يسأله: إيه السائل المنوي ده؟ السائل المنوي ده يا سيدي عبارة عن سائل حيوي بيتكون أساسا من المية، فيه بروتينات وفيتامينات وعناصر مغذية، وأهم حاجة طبعا بيحتوي على حيوانات منوية وتحديدا في الأشخاص الطبيعيين. إيه ده؟ معلش، هو أنت ليه بتقول في الأشخاص الطبيعيين؟ هو ممكن السائل المنوي يكون ما فيهوش حيوانات منوية؟ أيوة يا سيدي، وفي الحالة دي الزوج بيكون عنده عقم. واستنى بقى لو سمحت، وهتسمع كل المعلومات اللي انت عايز تسمعها، بس أنا مبسوط منك إنك مركز معايا في الحلقة. تمام؟ المهم، السائل المنوي ده بيتم إفرازه عن طريق الغدد الجنسية، وعن طريقه بيتم تخصيب البويضات عند الزوجة عشان في الآخر يحصل حمل. السائل المنوي ده بيكون وسط مناسب جدا للحفاظ على حركة الحيوانات المنوية، يعني الحيوانات المنوية بتعوم فيه لغاية ما توصل للبويضة. كمان السائل المنوي بيغذي الحيوان المنوي وبيديله طاقة عشان يقدر يعوم ويحاور ويناور لغاية ما يوصل للبويضة. طب من ضمن الأسئلة المهمة: امتى بيتم إنتاج السائل المنوي؟ يعني إنتاج السائل المنوي بيتم طازة بطازة، ولا بيكون متخزن في موجود متخزن في مكان؟ الحقيقة ان احنا لازم نعرف ان في فرق بين انتاج الحيوانات المنوية فقط وانتاج السائل المنوي. يعني ايه الكلام ده؟ عايزك تركز معايا علشان تعرف الموضوع ماشي ازاي. عملية انتاج الحيوان المنوي بتاخد حوالي من 64 ل 74 يوم، والجسم بينتج تقريبا 1500 حيوان منوي في الثانية. انت واخد بالك من الرقم؟ 1500 حيوان منوي في الثانية. يعني الإنسان الطبيعي جسمه بينتج تقريبا 8 مليار حيوان منوي كل شهرين ونص. انت متخيل؟ جسمك بينتج 8000 مليون حيوان منوي كل شهرين ونص. الحيوانات المنوية دي بتتخزن من غير ما تتحرك في مكان اسمه البربخ. ايه البربخ ده؟ البربخ ده عبارة عن تكوين أنبوبي. يعني ايه؟ يعني هو بيتكون من أنبوبة ملتفة كده موجود في الخصية، وكفاية قوي انك تعرف الكلام ده. بأكد تاني ان سيادتك تعرف ان الحيوانات المنوية اثناء وجودها في البربخ ده بتكون ما بتتحركش. طب بتتحرك امتى؟ خلال عملية التحضير لقذف الحيوانات المنوية بيبدأ إفراز مجموعة من السوائل من الأنابيب والحويصلات الجنسية مع وجود سائل البروستاتا، وبمجرد خروج السائل المنوي بتبدأ حركة الحيوانات المنوية. طبعا احنا كده عرفنا ايه اللي بيتم تخزينه وايه اللي بينتج فريش. تمام؟ ايه؟ معرفتش؟ بص يا سيدي، اللي بينتج فريش هو السائل، واللي بيتخزن هو الحيوانات المنوية. خلاص تمام؟ طب الشيء بالشيء يذكر، التهاب البروستاتا ممكن يأثر على الحمل؟ الحقيقة ده بيعتمد على نسبة الالتهاب قد ايه، بس عموما ممكن يحصل حمل في حالة التهاب البروستاتا. طب استئصال البروستاتا ممكن يحصل معاه حمل؟ قولا واحدا لا. المريض اللي بيستأصل البروستاتا كاملة مش ممكن يخلف بالحالات العادية. يعني ايه الحالات العادية؟ اللي هي الجماع. انما عمليات التلقيح الصناعي والحقن المجهري ممكن يحصل حمل طبعا. طب من الأسئلة المهمة، وكل الأسئلة الحقيقة النهاردة مهمة: المفروض كمية السائل المنوي تكون قد ايه أثناء القذف؟ المفروض الكمية ما تقلش عن 1.5 مللي وما تزيدش عن 7 مللي، وكل ملي لازم يكون فيه أكتر من 15 مليون حيوان منوي، أو عدد الحيوانات المنوية في العينة كلها يكون أكتر من 39 مليون. يعني إيه يا دكتور الكلام ده؟ مش فاهم. هقولك يا سيدي، مثلا واحد في تحليل السائل المنوي جاب كمية 4 مللي وكل ملي فيه 12 مليون، يبقى الإجمالي بتاعه كام؟
أيوة، 4 في 12 بيساوي 48 مليون، يبقى الكمية طبيعية والحجم طبيعي. طب واحد جاب 5 ملي وكل ملي فيه 7 مليون، يبقى الإجمالي بتاعه كام؟ 5 في 7 ب 35 مليون، يبقى الكمية طبيعية بس العدد مش طبيعي. يا رب نكون فهمنا النقطة دي. في بقى مجموعة من الأسباب ممكن تقلل عدد الحيوانات المنوية. زي إيه؟ زي شرب السجاير والمخدرات والخمرة، وطبعا نقص هرمون التستوستيرون، وكمان عوامل وراثية أو الأمراض البكتيرية اللي ممكن تصيب الجهاز التناسلي. وفي نقطة مهمة جدا، السمنة اللي هي زيادة الدهون. إيه ده؟ هي السمنة ممكن تقلل عدد الحيوانات المنوية؟ طبعا، أمال أنت فاكر إيه يعني؟ السمنة دي وخصوصا الجزء الأسفل من البطن بيسبب حاجة اسمها مقاومة الأنسولين. لو ما تعالجتش بيجي بعديها السكر، لو ما تعالجش بيجي بعديه، يعني ما تنظمش بيجي بعديه الضغط وزيادة نسبة النقرس وليلة كبيرة سعادتك. طب في سبب غريب كمان الناس ما بتاخدش بالها منه بيقلل عدد الحيوانات المنوية، ركوب العجل. ما تتخضش قوي كده، عشان ركوب العجل يعمل مشكلة لازم تكون بتركب العجل 5 ساعات في اليوم، ويكون الكرسي بتاع العجلة مش مظبوط. عشان كده لازم ناخد بالنا يا جماعة، الناس اللي بتركب عجل تاخد بالها من الكرسي بتاع العجل. طب في حاجات انت ممكن تعملها عشان تزود عدد الحيوانات المنوية، يعني في اكل مثلا او فيتامينات ممكن يساعد في حل المشكلة دي. في طبعا، بس ده هنقوله الحلقة الجاية ان شاء الله علشان ما نطولش عليكم. لو عجبك محتوى القناة اعمل لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة على طول، وما تنساش تعمل شير للفيديو علشان غيرك يستفيد. شكرا.